اصحاب القلوب الضعيفة يمتنعون. شايفين الجمال ده؟ تتوقعوا ده ايه؟ اكتبولي دلوقتي في كومنتات. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. جبت حاجة مناسبة تدخل الفرن، رصيت عليها فلفل حامي كنت غسلاه ومنشفاه، وكمان واحدة فلفل بابريكا او اللي هي الفلفل الحلو. كام فص توم كده هشويهم مع الفلفل بشغله الشواية بس وبشويه. اول ما بياخد لون من ناحية بقلبه على الناحية التانية، واول ما بيطلع بحطه في كيس بالشكل ده وبلفه واسيبه يبرد تماما. بعد كده ببدأ ان انا اقشره واحدة واحدة كده شكل حضراتكم شايفينه، وكمان بشيل منه البذور. لو حابينها هتبقى سبايسي قوي ما تشيلوش البذور، بس هي كده بتبقى لطيفة، مش حراقة قوي قوي ولا باردة، بتبقى حلوة ومظبوطة. القشرة بتتشال بكل سهولة زي ما حضراتكم شايفين، بس لازم تلبسوا جلافز. طلعت البذور كده انضفها كويس واخلص باقي الكمية كلها بنفس الطريقة. والثوم مش لازم ان انتوا تحطوه في ورقة زبدة وورقة فويل، ممكن تحطوه جنب الفلفل على طول هيتشوي وهيبقى احسن كمان من ان انا حطيته في ورقة زبدة وورقة فويل. خلصت الكمية بتاعة الفلفل كلها، ووحدة الفلفل الحلو بتدي تست حلو قوي للهريسة دي. خلصت كمية الفلفل اللي عندي، هحطه بقى في الفود بروسيسور، وكمان هضيف عليه الثوم المشوي. كمية التوم ترجع لكم، حابين طعم التوم باين كتروا توم، حابينه ما يبقنش قوي تبقى ريحة بس قللوا التوم. نظبط بقى ملح وكمان كزبرة وكمون ورشة من ملح الليمون. فرمتهم كويس مع بعض، عبيتهم في برطمان نضيف وناشف ومعقم. اخر حاجة هضيف على وش الهريسة زيت زيتون. الهريسة دي بقى ماشية معاكم في كل حاجة، تتبيلات، مكرونات، جنب اي اكل زي ما الحاج صاحب البيت عندي بيعمل، تتغمس بلقمة عيش، عيش تورتيه متحمص ويعملوه ديبنج صوص كده. ماشية معاكم في كل حاجة، مش هتقول لا. طعمها خطير وطعم الشوي بتاعها تحفة. مهم بس ان احنا لما نيجي ناخد منها ناخد بمعلقة نظيفة وناشفة ونحتفظ بيها في التلاجة، هتعيش معانا شهور. بس كده خلصنا بقى عندنا احلى هريسة. ولو وصلتوا معايا لحد هنا بشكركم جدا، وبفكركم لو لسه ما عملتوش متابعة يلا روحوا دلوقتي اعملوا متابعة، وما تنسوش اللايك والشير وكمان كومنت تقولوا رأيكم في فيديو النهاردة. اشوفكم الفيديو الجاي على خير.